هذا الموضوع نهائيا وما غاديش نولي نهضر عليه. شتي غادي نقول لك انا زواجك ما كيهمنيش نهائيا نهائيا، ما كتهمنيش. انا فوقاش غيهمني زواج د واحد اخر هو اللي يكون مطلقني، هو اللي نكون انا دايره معاه واحد الغلط وندمت عليه. فوقاش يهمني زواجك هو منين نكون كنحماق عليك وكنموت عليك وعشت معاك ايام زوينه. داك الساعات غندم وغنطرطق بالفقصه، ولكن انا عشت معاك غير المرار اللي تما راني شفتو. شتي اللي تما راني شفتو وخرجوا بلادي راني عرفتو. واش انت اللي ما تحنتش في المراه ولا المراه تبان لك زبل وبزاف د الحاجات؟ مثلا نقول لكم كاين واحد من نوع الرجال اللي الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، ما تنساونيش من لايك والبارتاج، واللي شاف هذا الفيديو وعملنا لايك الله يجعله في ميزان حسناته ويجعل مهمته الغالية في الفردوس الأعلى إن شاء الله، واللي بقى عنده مهمته الله يحفظها ليه. شكرا لكم لحسن المتابعة. إخواني أخواتي، يسرى ستيل ترد يعني ترد على الطليق، ماشي الطليق، الزوج ديالها اللي هما على وشك الطلاق. الله حتى خوتي وخواتاتي، واحد الحاجات اللي هما سبحان الله سبحان مغير الاحوال. بعد ما كان ما كيبغيش يبان، ما عندوش حق قناه، ما باغي والو، ولا هو مشى تصاحب مع دوك القنوات اللي حنا كنا شفناهم كيضربوا في يسرى وتيكرهوها. ماشي لا كيكرهوها، كيطلعوا الادسنس على ظهرها منهم هذاك الشهامه ولا اسمه هذاك تصاحب معاه كاع من الروح. صراحه خوتي وخواتاتي، هما كتار من القنوات اللي كانوا ضد يسرى كيدافعوا على سعاد. هذه فرصتهم، تيعيطوا له زهير مرضي الوالدين، زهير مرضي، وزهير داير، زهير فاعل. على قبل الله العظيم تبعد الوليه حامله هذه، واخا تكون ما عرفت شنو دايره، ولو تكون ما عرفت شنو دايره، وباقيين تيجبدوا لك قضيه زينه المحارم. المحكمه برأت الاب ديالها. الحمد لله حنا عندنا خوتي القانون ديالنا والقضاء ديالنا نزيه، وفي التحقيق كيطلعوا القضيه، كيطلعوا يعني المجرم يكون داير شي جريمه يعني تيحصل عندنا يعني قاضي التحقيق ما شاء الله، الضابط القضائي ما شاء الله. هذا هو المغرب من زمان، عمر شي واحد ما دار شي جريمه وفلت منا. يعني بكريشه ما دير والو لهاد البنت. كونوا واقعيين بلا ما تبقاو تدوروا تحكوا على الضبره. وهاد البنت حامله جات طونسيون لا قدر الله ولا شي مضاعفات مسكينه في الولاده، حنا مدوزين الحمال والولاده عباد الله. واخا تكونوا ملاحده، ما عندكمش ديانه كاع، حرام عليكم، فين الانسانيه؟ المهم مشى دار يدي في القنوات اللي كيضربوا في يسرى اللي ما تيحملوهاش، وهذوك راه غير باغي يطلعوا الاتسنس لظهر يسرى، الاتسنس ديالهم عفوا. حتى شي واحد ما باغي لا مصلحتك ولا مصلحه يسرى، كل واحد كيضرب على راسو ولا قناته، كل واحد كيجر الجمر على خبيزته على كريستو باش طيب. هذا ما كان. اما باش يقول لك حنا معاك ولا حنا هذا، راه كل واحد غير مع قناته. كما قلت لكم خوتي وخواتاتي، يسرى كترد عليه وكتقول لي انا ما يعني بداو كيهدوا راه غيتزوج ما غادي يتزوج، باينه غتكون شي هاربه من المتتبعات ديالو اللي كيكرهوا طبعا يسرى، كيكتبوا على العاقه، اللي تيكتبوا على الكلام الخايب. انا اختي ماشي مع يسرى، ولكن مع هاد البنت زوينه كما كان زوينه صراحه، والقضاء والقانون برأها انها عندها علاقه مع الاب ديالها. وانا ديما صراحه كتبقى فيا وتسوعاتي كتبقى فيا، يعني بجوجهم لا ام ولا بنت، نتمنوا لهم الخير. الله يالف بين قلوبهم، غير من القنوات المسترزقه، القنوات ولات الشحيبر دخلوا بيناتهم، خلقوا واحد الفجوه والتفريقه بين البنت وامها، ودابا دخلوا بينها وبين الراجل اللي هي على وشك الطلاق هي وياه. يا ريت يرجعوا ويحشي زعما ويراعيوا على قبل داك الوليد اللي غادي يجي للدنيا. ولكن من هو مشى حط يدو في يد هاد القنوات ما بقاش، يعني ما خلاش الماء منين يدوز. مازال كون دار غير قناه وتواجه مع يسرى غير منه ليها، ومن هاني تطلع حتى قناته غرضو يعني باغي يطلع قناته. هذا ما كان. اخواني اخواتي، نكتفي بهذا القدر. نزيدو نسمعوا واحد المقطع من عندي يسرى كتكلم فيه على هذا المشكل، هذا الموضوع هذا. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. ولكن انا بالنسبه لي هادو راه ذكوره ماشي رجال. منين كيكون كيحماق على المراه وكيبين ليها، ماشي كيحماق عليها، هذا كيكون كيبين ليها حيت الا كان كيبغيها بصح راه ما يكونش ما يديرهاش بحال هكا. ملي كيكون كيبين للمراه انه كيبغيها وبزاف الحاجات، اون فوا كيتزوج بها وكيكسبها وكيحطها في دارو كيتسيف عليها. وانا عدويه هاد النوع هذا. علاش؟ لان كيحس براسو صافي ملكها يدير فيها ما بغى. لا، المراه ماشي عبده، المراه ماشي، خصوصا في الوقت هذا. الا كانوا شحال هادي الناس زمان، شحال هادي كانوا كيصبروا بزاف حتى كيجيبوها في صحتهم ويجيبوها في حياتهم. لا، دابا مبقاش المراه كتصبر لاقصى الدرجات. صافي شافت راسها ما غتاكلها في حياتها وغتضيع حياتها معاك، راه غتقلب ست سعود. واخا تكرفس، واخا تشتي كاع بلا فلوس وبلا حتى شي حاجه، وترجع لباها حانيه الراس وما غتبقاش مع راجل كيدلها.
هادشي بعض العيالات، وكاين بعض العيالات. المهم كل وحده واختيارها في الحياه. فانا هادشي اللي اختاريت. يعني كنت عشت معاك حياه زوينه، عشت معاك شي حاجه زوينه، واخا نقدر يبقى فيا الحال وما عرفت اشنو، ولكن انا عشت معاك غير الويل والمرار، راه نهائيا ما غاديش يبقى فيا الحال. والله يسهل عليك، انا كنقولها لك من هنا، راه طبيعي الانسان غادي يكمل حياته كيما انا غادي نكمل حياتي. انا حياتي ما غتوقفش هنا ولا غتوقف عليك، بيان سور غادي تستمر، والحمد لله عارفه راسي اشنو كنسوا وعارفه راسي كيفاش دايره. ما غيجيش شي واحد يبلاني عليا انتيا خايبه ولا انتيا ما زويناش ولا انتيا غليظه ولا انتيا رقيقه. انا عارفه راسي كيفاش دايره، والحمد لله على اي حاجه عطاها لي الله، حيت ربي كيعطينا واحد النعم وكيحيد منا بزاف عاوتاني ديال الحوايج. اش غادي نقول لكم؟ هذا الموضوع هذا غادي نحدوه هنايا ان شاء الله باذن الله. هذا ان شاء الله غادي يكون اخر لايف، لان انا عارفه المخططات ديالهم هما كيصرحوا بهم هما شخصيا، ما كنتبعهمش صراحه، ما كان هذا، ولكن بزاف الناس كيجيو كيقولوا لي شنو اللي كنثق فيهم، يعني بعد الاخبار كيوصلوا. انا عارفه مخططاتهم ديال انه باغين يبداو مشروع زواج. هانتوما شوفوا غير السميه اللي مسميينه مشروع، ماشي زواج حقيقي، ماشي مشروع. مهم يعني نتوما باغيين ديروا بروجي ديال الزواج. الله يعاونكم، الله يسهل عليكم. هادشي اللي غادي نقول لكم، الله يعينكم على داكشي. غير هو انا كيسرى نهائيا ما غيبقاش اللي تما راني شفتو وصافي. انا راه خرجت مخيخه وكنتسنى بفارغ الصبر ورقتي ديال الطلاق. وغادي نقول لك واحد الحاجه اخرى، غير تسنى شويه، لان انا ما كنهضرش على الزواج دابا، ما كنقولش غنتزوج وغندير سيدك وغندير علاش احتراما ليك. فضروري واجب عليك انك تحترمني في هذا الوقت هذا، اللي انا مازال مراتك ومازال على الذمه ديالك. ما خصكش تقول غنتزوج وغندير نهار تطلق ونهار تاخذ ورقتك ديال الطلاق انا غنطلقك ان شاء الله باذن الله. صافي نهار غادي نطلقك انا تقدر دير داك الساعات اللي بغيتي، ولكن ما حد دابا ماشي بالهضره، غير بالهضره راه ما بلانش كيف ما كنقولوا. هادشي اللي كاين، انا غندير وانا غنصنع وانا غنفعل، او دير اللي بغيتي وصنع اللي بغيتي، ولكن صبر على خبزتك تطيب. غير صبر. انت مقزقز باغي تطير، باغي ما عرف شنو، دير شي جنحين الا ما قدكش الارض طير السما. يسرى الغزاله، شكرا حبيبه. الله يغلبك على من عاداك، امين يا ربي. شكرا حبيبه، اللي خدك. صراحه شوفوا، انا دابا المشكله ديالي هي صادفت في فاس كاين اضراب في محكمه الاسره، بالضبط اضرابات بزاف. يعني مشيت لعند المحاميه الاولى قالت لي نفس الهضره، المحاميه الثانيه قالت لي نفس الهضره، ولكن ان شاء الله غدا الاثنين غادي نصون